والسلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير هانيين وليداتكم الصحيحه. نتمنى سيدنا رمضان باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. واليوم غادي نصاوب معكم مقروط اللي الصراحه كيجي زوين وكيكون في اي بيت في هاد سيدنا رمضان، مقروط اللي معروف. وعندنا هنا كيلو ديال السميده لاروب، عندنا واحد الرشه ديال الملحه، وواحد الكاس ما بين الزيت والزبده. هي الصراحه الخدمه ديالهم ساهله وكيوجدوا في نهارهم الا بغيتو ما تخليوش هاد الدهنيه مع السميده تتشرب لا غدا ليه، كتوجدوهم في نهارهم. انا غادي نوجدهم بهم فيهم النيت، ما غاديش نخلي حتى لا غدا ليه. وانتم على حسب، الا خليتو السميده شربت احسن حاجه، وكان عندكم الوقت في نهارها كتصاوبوها. وكيف ما كتعرفوا المقروط ديال التمر راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. بعد ما كندخلوا ديك الزبده مع ديك الزيت مع ديك السميده، كنحسوا بها النيت فزقت، كنهداو عليها كترتاح. كان عندكم الوقت خليوها حتى لغدا، الا ما كانش عندكم الوقت كتخليوها ترتاح وكدوزو العقده ديال التمر. عندي هنا نص كيلو ديال التمر، انا جبت العقده واجده. بالنسبه كان عندكم التمر راه كتصاوبوه في الدار، احسن حاجه الا صاوبتوه في الدار كيجي زوين، ما يتحلكمش في المقله بحال هذا اللي ديال اللي كيكون واجد. عندي هنا هي التمر والقرفه. كان عندكم القرنفل كتزيدوا واحد راس معلقه صغير باش ما تبانلكمش مزيان بزاف في العقده. ما كاش عندكم صافي كتكتفيوها بالقرفه والتمر صافي. وكنديروا حريبلات. علاش قلت لكم كنختاروا الفرصه ملي كتكون ديك السميده كتشرب ديك الزيت مع غادي نصاوبوها في الساعه ديالها. حنا كنصاوبوا داك التمر وكنقادوه، وعاد كندوزو باش كنصاوبوا ديك السميده. كندوزو كنحربلو كاملين دوك الحريبلات ديال التمر. راه تبارك الله نص كيلو ديال التمر ولاني كيخرج. ودابا غادي ندوزو للخليط ديال السميده. بعد ما راه شربت راه شويه نشفت، ما بقاش كيف ما الاول. عندي هنا 4 المعالق ديال الماء الزهر. الا بغيتو ما يكونش باين بزاف كديروا 2 المعالق، اللي بغى شويه يكون باين النسمه ديالو يضيف 4 المعالق، ولا اكثر كتقدروا تضيفوا حتى نص كاس. كنخلطوه بالماء، وكنخلطوا السميده ديالنا بحال اللي كنخلطوا الحرشه. راه ما كنعجنوهاش، كنرشوا وكنخلطوا هكا بصبعنا، كنجمعوا بصبعنا. بالنسبه للسميده راه هي السميده ديال الحرشه اللي كنصاوبوا بها الحرشه، راه ما كنديروش شي سميده اخرى. اللي خافت تحلو ولا هكا يحاول يضيف واحد 3 المعالق ولا 4 ديال الفورس. ومني كنخلطوا راه كنخلطوها بحال اللي كنخلطوا الحرشه. اللي بغيت نشرح لكم راه بحال اللي كنخلطوا الحرشه في الجراوه ديال الحرشه، ملي كنكون مجريينها في الجراوه ديالها هكا كنديروا المقروط. ودابا مع في الاول باقيه شويه جاريه كتخليوها شويه تشرب. انا دابا باغي نصاوبها منه فيه، ما غاديش نخليها شويه تشرب. خليوها نتوما شويه تشرب، عاد صاوبوها باش ما ديروا لا سميده لا والو. ضروري ملي كتكون هكا شويه جاريه كنديروا واحد شويه ديال السميده، وعاد كنديروا داك الحربول باش غادي نديروا في وسطو التمر. كنبرموه بحال هكا وكنجيو حتى الوسط وكنبركو هكا بصبعنا. كنديروا ديك الحفيره في الوسط باش غادي نديروا فيها داك الحربول ديال التمر. ضروري السمك ديال الحربول ديال السميده، العجينه ديال السميده كنديروها شويه تكون عامره كبيره على الحربول ديال التمر يكون رقيق شويه. راه واخا كتقولوا كنحطوا التمر هكا في سيدنا رمضان ولا ولين المقروط، راه شي حاجه اللي ضروريه. والصراحه كيجي اللي زوين بزاف. بعد ما حطينا داك الحربول ديال التمر كنجمعوا دوك الجنيبه حتى كنجمعوهم، كنلصقوا جنيب مع جنيب باش كنسدوا على داك التمر من الداخل. وكنوليو كنبرمو عاوتاني، نحاولوا الا نشفت العجينه ما نزيدوا لها السميده، كنكتفيو بداكشي اللي درنا في الاول. وكنقلبوه على ديك السميطه اللي جمعنا فيها الحربول وسدينا عليه، باش كتجينا ديك التقطيعه من التحت، ديك الفتحه من التحت والتقطيعه تكون من الفوق. نتمنى تكونوا فهمتوني في الشرح. يكون داك فاش درنا داك التمر يكون من التحت، والتقطيعه كنقطعو حنا من الفوق على حسب الرق. راه نتوما كتحكموا واش بغيتو المقروط ديالكم يجيكم شويه عامر ولا يجيكم رقيق، على حسب السمك اللي بغيتو نتوما. انا كندير 2 صباع وكنقطع. نتوما كيبقى لكم نتوما على حسب كيفاش بغيتو تقطعوا المقروط، واش كبير ديالكم ولا بغيتوه صغير. الا بغيتوه كبير شويه راه كتقطعوا
وبالنسبه كديروا شي هكا شي كريطينه ولا شي حاجه هكا كتقطعوا بها باش كتاخذوا نفس العبار. هو باش كيعجبني المقروط الصراحه لا الخدمه ديالو ولا ما كياخذش الوقت بزاف، كتقدروا تصاوبوه في ساعه واحده، كتكونوا موجدينه ما كياخذش معكم الوقت. تكونوا موجدين القوام ديالو ما كنتوش غادي تخليو السميده تبات، راه مده ساعه والمقروط ديالكم موجود، ما كياخذش معكم الوقت، تقدروا تصاوبوه في الدقيقه، في الدقيقه الاخرى تصاوبوه. وملي كنقطعوه كندوزو كنصاوبو دوك الجنيبات باش كنسدو على داك التمر. كنعرفين ملي كتكونوا تقطعوا بالموس شويه التمر معلك، الا ما سديتوش كيبقى شويه خارج من الجنيبات، ملي كديروه في المقله كتخرج ديك التعسيله على برا في المقله كتسلع. راه كيف ما قلت لكم يحربوا الواحد كتقدروا تبارك الله كتخرجوا فيه واحد الكميه، راه بالزربه كتخدموه. صاوب معكم القطعه الثانيه. بعد ما صاوبتها بالموس كنجيبو نديرو وكندكو بصبعي داك التمر حتى كيدخل كيشد بلاصتو، وعاد كنجمع عليه دوك الجنيبات ديال السميده، ديك العجينه ديال السميده، ايوا كنقطعو. التقطاع ديالو ساهل وحتى الخدمه ديالو ما كتاخذش وقت، كيف ما قلت لكم راه بالزربه كتقدروا تصاوبوه. هي ملي كتصاوبوه كتخليوه شويه حتى كينشف ما حدكم نتوما كتصاوبوه، وملي تبغوا طيبوه راه بحال الشباكيه كتبداو اللاطه الاولى اللي خدمتوها وخليتوها نشفت. بعد ما درنا الزيت في المقله درنا واحد الكميه ديال الزيت، انا ما درتش واحد الكميه اللي كبيره باش ما نبقاش عاوتاني محتفظه بها ولا زلحها، ولا درت واحد الكميه اللي غادي طيب فيها داك المقروط اللي عندي، داك الكيلو ديال المقروط. وانتم عاوتاني على حسب، انا ما ملي كتكونوا هكا مصاوبين هي للدار ولا الكميه اللي درتو ديال الزيت ما عندكمش مشكل، كتقدروا تحكموا في الكميه اللي بغيتو نتوما. الا بغيتو تدخلوا الفران راه كتستفوه هكا في الطاوه وكدهنوه من الفوق بشويه ديال الزبده وكتدخلوه للفران، وبعد ما كتجبدوه من الفران ديك الساعه عاد كطفيوه في العسل. نتوما الا كانت عندكم هكا شي مقله اللي كبيره كديروا مقله كبيره وكتستفوا فيها ديك الكميه اللي بغيتو كامله. دابا بعد ما درناه بقى كيتحمر، درت الفرشيطه وكنقلبوه، حاولوا قلبوه بشويه، راه ملي كديك التقليبه ملي كتكونوا مزروبين، انا راه شويه كنت مزروبه، ديك التقليبه ملي كتقلبوه ماشي على الجهه ديال السميده كتقلبوه على الجهه ديال التمر بالفرشيطه، راه كيخرج لكم التمر كيخرج في جنيبات ديال الفرشيطه. اللهم احسن قلبوه بشويه وقلبوه الجهه ديال السميده، ما تقلبوش الجهه ديال التمر باش ما يخرج لكمش التمر على برا في المقله. بعد ما صفيناه من ديك الزيت وضفناه في ديك العسل، راه راكم عارفين السميده بالزربه كتشرب العسل، كتاخذ واحد الكميه اللي كبيره، راه كتطفيوها في العسل وكتجبدوه، ما كتخليوهاش بحال البريوات ولا، لان عارفين السميده كتاخذ العسل هي ماشي بحال البريوات. واللي ما كيبغيش العسل بزاف ديك الحلاوه بزاف، حاولوا يصفيو من المقله، قليوهم وصفيوهم من المقله حتى تحطوهم في الطبسيل ورشوا عليهم هكا العسل من الفوق. اللي ما كيبغيوش العسل شاربين بزاف، ان كيف ما قلت لكم السميده كتشرب العسل، نتوما كيبقى لكم الاختيار ديالكم. الصراحه كتجي فيهم واحد التقرميله اللي زوينه بزاف، وما كياخذ لكمش حتى من الوقت ديالكم بحال البريوات عاد كتضلوا طويو وعاد هادي وعاد هادي. هادو راه بالزربه كتقدروا توجدهم في وقت صغير، تقدروا توجدوهم. ونتمنى تعجبكم الطريقه اللي صاوبت معكم ديال المقروط، ان الصراحه كيجيو زوينين بزاف. وخليتكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. بالسلامه عليكم، ما تنسوش واحد اللايك واحد الاشتراك للقناه، الله يجازي ربي يحفظكم، وبالسلامه عليكم وعواشركم مبروكه.